عسلامة. تنبيرة صغيرة متاع ويكاند على حكاية تفزني شوية. كيف كنت نعيش في كوريا، خذيت مرة ترام من سيول لمدينة أخرى، وفي وسط الرحلة اكتشفت لي أنا نسيت واحد من زوز تليفونات اللي كانوا عندي في قهوة كنت قاعد فيها قبل ما ناخذ ترام. فقلت عليه العوض ومنه العوض، التليفون هذاك بشارع روحه. بعد ما كملت خدمتي رجعت لسيول وقلت بربي خلينا نتعدى على القهوة نشوف بليكش فما شكون القهوة. دخلت نلقى التليفون محطوط على الطاولة اللي كنت قاعد فيها، عندي 4 سوايع ولا 5 سوايع، وما حتى حد في مدينة تعدادها 10 ملايين ساكن. من فرحتي مشيت للسيرفر قلت له شكرا شكرا شكرا. قعد يغزو لي باستغراب متاع اخي هو مش تليفونك. ما فهمنيش علاش نشكر فيه. في اليابان شريت مرة دبوزة ماء وساندويتش، طلعوا السوم هم اقل شويه من 2000 ين. حطيت ان بيي دو 2000 ين على الكاس تاع المراه وخرجت، خاطر قلت باش ترجع لي 800 فرانك ولا قداش، ما حسيتش بهم اكراميه. قعدت نمشي في الشارع نسمع في شكون يلهث ورايا، مستر مستر مستر. درت نقل المراه نتاع الكاسه، شادها في يدها صحن فيها كل البيسات هذوكم اللي قيمتهم 800 فرانك، وتغزل لي بكل رهبه نتاع سامحني اللي ما رجعتلكش باقيك في الابان، معناتها تخيلني ما تخششت عليها اللي هي ما رجعتليش في ساعه وخرجت. علاش نحكي في الحكايه هذوما الكل؟ خاطر احنا في تونس تلمو متبعين بحكايه السرقه والبراكاجات، اللي كيف واحد يلقى حاجه مش نتاعو ويرجعها يصنع الحدث، ويكثر الجيمات على الفيسبوك وتجي تلزة تصور وموسيقى دراماتيكية والله يرحم والديه وبربي يفسرنا كيفاش انت رجعت الحاجة ذي ماهيش نتاعك. في اي دولة ماليها متمدنين وعندهم ايتيك، التصرف السليم كيف ترى حاجه ماهيش نتاعك عندك يا تخليها في بلاصتها، يا تهزها للريسبسيون تاع المكان اللي انت فيه، يا تهزها لاقرب مركز شرطه. فما حتى تصرف اخر سليم، وكيف تظهرلك حاجه مشبوهه زاد تكلم الشرطه. اما انك ما مسيتش الحاجه هذيك والا رجعتها لما عليها، هذا لا يصنع منك بطلا. هذه حاجه عاديه جدا، وحتى حد ما المفروض يعلق لك نيشان اللي انت ما سرقتش نتاع غيرك. حبيت نعمل هالتنبيره صغيره هذه، خاطر ديما راه مانيشير فيهم عباد رجعوا حاجات يستفزني برشا لو فات انه الناس تهنيهم انهم ما سرقوش. حاجه مستفزه. اعطيني رايك.